اتحاد الكرة في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحة إجراءات قيد لاعبي الزمالك خلال فترة القيد الشتوية الأخيرة. وأضاف وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه شأن داخلي، وعلى الاتحاد المصري مسؤولية التأكد من اتخاذ الزمالك الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد. وأتم وبناء على رد فيفا والطلب المقدم من الزمالك للجنة التظلمات، جاري إحالة الأمر إلى اللجنة برئاسة المستشار عادل الشربجي للفحص والرد. عادل الشربجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة تم إبلاغي من جانب اتحاد الكرة بشأن قيد ثلاثي الزمالك، ونظرا لأن يومي الجمعة والسبت أجازة سأطلع على الأوراق يوم الأحد المقبل. وأوضح عقب الاطلاع على الأوراق بشكل كامل سأدعو لجنة التظلمات للانعقاد من أجل الإعلان عن القرار النهائي. ومنذ قليل أعلن مسؤول اتحاد الكرة عن قيام الزمالك بتسديد جزء من مديونيته لاتحاد الكرة